لو فهمت العلاقة بين الوقت والسعر هتدخل قبل ما السوق يبدأ يتكلم. بص يا معلم، السوق مش بيطلع وينزل كده عشوائي. في أوقات معينة السعر بيتحرك فيها ومناطق بيقف عندها كأنه بيتفرج. مثلا لو السعر بيكسر هيكل في أول جلسة لندن غالبا بيكمل بعدها، ولو لمس منطقة عرض أو طلب في وقت ميت زي وقت الغدا ممكن السوق يبرد شوية. يعني إيه؟ يعني لازم تربط بين الزمن اللي هو وقت الجلسة والسعر اللي هو المكان اللي السوق واقف عنده. وده الفرق بين واحد بيدخل من إحساس وواحد فاهم من السوق الشغال على هيكلية زمنية منظمة. واحنا لسه في أول الطريق. لو عايز تبقى أسرع من السوق مش أسرع من غيرك، استعد للحلقة الجاية اللي هتخليك تبص على التشارت كأنك بتقرأ خريطة كنز. وبالمناسبة في مفاجآت نازلة على الجروب قريب جدا، لينك الجروب في البايو، بس خليك أسرع من التوصيات.